السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل شيء وليه حل، أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. شيء من العودة بتقول أرجو الرد باحترام وعدم التجاوز في الرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أعرف حكم الدين في زوج منع زوجته 40 سنة حقها الشرعي قرابة 5 سنوات رغم الحب الكبير اللي ما بيننا خلال 20 سنة زواج، وطلب بحجة المرض أو الإرهاق أو العمى. وأنا الحمد لله على قدر من الجمال واهتمامي بنفسي ومظهري ونظافتي الشخصية باعتراف هو شخصيا. حاولت معاه بكل الطرق طول السنوات اللي عدت مفيش فايدة، والموضوع أصبح مهين ليا نفسيا. بهرب من ده بقرب من ربنا والصلاة والصوم وحفظ القرآن من باب إني أعف في نفسي، بس في أوقات كتيرة مش بقدر أتحكم في غريزتي. بضعف بدخل على موقع مش كويسة وبرجع أندم والله العظيم أشد ندم. وأخيرا أقسمت على كتاب الله عشان أحكم نفسي ما أدخلش على الحاجات دي تاني، فكنت عايز طريقة أشغل بيها نفسي وأشيل بقى موضوع العلاقة ده من دماغي. حاولت أنفصل عنه وطلبت الطلاق، هو رافض وأسف على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك، يعني انت بالنسبة لأول سؤال انت بتقولي حكم الشرع. لا طبعا اللي بيعمله دوت هو كده عاصي وذنب كبير ومعصية كبيرة، ما ينفعش وما يحقلوش ان يعمل حاجة زي كده. تمام، دي نقطة. تاني حاجة الجزئية التانية في سؤالك، انت بتقولي مثلا عايزة حاجة تشغل بيها فيك وتفكيرك. لا ده انا مش معاك في الكلام ده، انا شايف ان انت كده غلط، كده بتدور على مسكن ومش هينفع تاخدي المسكن دوت. ان الموضوع مشكلتك كبيرة، موضوعك مش هين. لا بص يا بنت الناس، انا شايف الموضوع دوت مش هتحل غير بالصراحه وبالمواجهه. لا اقعدي مع جوزك وحط نقط معاه الحروف، قولي يا ابن الناس انا دلوقتي ست وليه احتياجات، ومن باب الشرع اللي بتعمله دوت حرام، انت مانع نفسك عني ليه؟ حاول تفهم مني، قولي لي طب يعني لو في حاجه فيا مش عاجباك او بتنفرك مني اغيرها وابطلها ما اعملهاش تاني، مفيش مشكله. انت مراتي، انا مراتك وانت جوزي، مفيش اي مشكله. تمام. لا في حاجه تاني فهمها لي، بس انت ما ينفعش تسيبني كده زي البيت اللي واقفه معلقه بدون اي، ولا مني متجوزه ولا مني مطلقه. قولي له انت كده جاي عليا. وصدقني ما يعني حتى في شرع ربنا اللي بتعمله دوت ما يجوزلكش. ده حتى سؤال في السلف، يعني قالوا له ما يعني سؤال عن الست قد ايه تقدر تبتعد عن جوزها في العلاقه والموضوع دوت. في بعض الروايات قالت 4 شهور وبعض الاخر قال 6 شهور. تمام، فانت بتقولي على كلام في 4 سنين فدوت وقت كبير. دي بالنسبه للقصه دي. اما بالنسبه اللي بتتفرج على الموقع دوت استغفر ربنا وحاول تجاهدي نفسك ما ترجعش الحاجه دي. بس صدقيني كل اللي انت بتدور عليه مسكنات مش هينفع. والله حط نقط مع الحروف وشوفي لو هو مش هيحط لك حل الموضوع دوت ومش هيبطل اللي بيعمله. فصدقيني احنا ضد فكره ان احنا نطالب او نقول لاي حد انه يتطلق وكده، احنا مش عايزين نقول كده لاي حد. بس صدقيني دي من مقاصد الشريعه في وجوب الطلاق. وجود الطلاق دي من مقاصدها الاساسيه، ان مثلا لو يكون الراجل عنده القدره، عدم القدره باي شكل من الاشكال في موضوع العلاقه والكلام من دوت. دي غريزه زي ما الست محتاجاها. تمام، الراجل محتاجها، ودي غير زي الاكل والشرب. تمام، فهي ما فيهاش كسوف ما فيش احراج. هو لو مش هيحل لك الموضوع دوت ويبطل اللي بيعمله دوت ويتعامل معاك كانك مراته، تمام، ويديك حقوقك الشرعيه، ان دي حقوق شرعيه لازم تاخديها. تمام، ومش هيديك حقوق شرعيه يبقى كل واحد فيكم ينفصل. هو بقى مش عاوز، لا يبقى انت كده تصعدي معاه الموضوع. وحتى لو توصل مع، مش عاوز اقول لك خلع، ان احنا ضد فكره الخلع يا جماعه، ان الخلع دوت لا، يعني حاول تدخلي اي حد في الموضوع دوت وهدي المعبد عليه. ما ينفعش كده كده. ليه؟ ان في نقطه حضرتك مش مش مدركاها دلوقتي. بص يا بنت الناس، يعني دي غريزه في الانسان. ما انت في الوقت الحالي دوت في لحظه ضعف زي ما انت ضعفت واتفرجت على الحاجات دي ممكن، ولا يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان انت تعملي كده، لا، بس انا بتكلم في العام والاجمال. ممكن الست تضعف، يعني انت زي ما الست ضعفت في تتفرج حاجه زي كده ممكن تضعف مع اي راجل. يعني ممكن اي راجل يطرق ما سامعها بكلمتين حلوين، يقول لها كلمتين حلوين يحسب انه ست، تلاقي الست تستجيب حتى لو هي مش جواها عاوزه كده او في دماغها كده. بس معلش احنا بشر، والبشر برضو نفسنا اماره بالسوء ونفسنا قويه علينا. تمام، واحنا كلنا مش ملائكه. فصدق الموضوع دوت ممكن يتطاول والموضوع دوت يستمر ويوصل معاك لمرحله صدقني تبقى شد الندم. لا يبقى انت كده الموضوع دوت العواقب بتاعته كبيره جدا. فانت صدقيني هو مش هيرجع لدماغه ويعرف ان هو عمل غلط، فاعمل معاه كل مستحيل وحاول تنفصل منه. وربنا يهدي له حاله ويصلح حاله. بس صدقيني يعني ما تصبرش على وضعك، ما تستنيش وضعك، ما تدورش على مسكنات. لا، هو عرق زي ما بيقولوا يقطع عرق وسيح دمه. الموضوع منتهي، ما مش هقدر اقول لك فيه اكتر من كده. باذن الله ربنا يقدمك في الخير. وسبحان الله عسى ان تكرهوا شيئا يجعل الله في خير كثيرا. ربنا يوفقك ويهدي له حاله يا رب.
وفي النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله، وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك، لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير، وكذلك الشارك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه المقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في ود وفي رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.